وكمان أي لاعب يجيب أهداف كتير ممكن يتأهل حتى لو فريقه خسر. أول ماتش لفريق زد كان ضد فريق إكس، مفيش حد كان عارف الماتش هيمشي إزاي لأن كلهم مهاجمين، فقرروا يلعبوا حجر ورقة مقص علشان يحددوا المراكز. إيساجي طلع هو المهاجم الصريح، والماتش بدأ. حصل اللي كانوا خايفين منه، كل واحد عايز يخطف الكورة من التاني علشان يثبت نفسه، وهم بيتخانقوا لاعب من الفريق الخصم خد الكورة، لكن حتى عندهم نفس المشكلة. وفي الآخر بارو المهاجم بتاع فريق إكس مسك الكورة وراح بيها قدام وسجل هدف بطريقة قوية. بارو لف عليهم وقال: اسمعوني يا ضعفاء، في الملعب ده أنا الملك. إيساجي اتصدم وما بقاش عارف يعمل إيه. الفريق فضل متفكك، كل واحد عايز ياخد الكورة لنفسه، لكن الفريق الخصم بدأ ينسجم حوالين بارو وابتدوا يسجلوا هدف ورا التاني لحد ما وصلوا للهدف الخامس. ساعتها باتشارا اقترح إنهم يتعاونوا علشان يجيبوا ولو هدف واحد. طلب من إيساجي إنه يجري وهو يمرر له. فعلا باتشارا استخدم